صباح الورد وصباح الفل صباح الياسمين، او مساء الورد ومساء الفل ومساء الياسمين، تبع ما تشوفوني. لو صباحه صباح الورد، لو مساء مساء الورد. احنا معانا سمك التونة دي. تعالوا معانا بقى ونشوف هنعملها ازاي. قبل اي حاجة هنصلي ونسلم على خير خلق الله محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. احنا معانا الخضار بتاعنا اللي احنا هنحطه على السمكة زي ما انتم شايفين، طماطم وفلفل وليمون، ومعانا بصل، ومعانا توم. زي ما انتم عارفين انا بفرز التوم من السنه للسنه، ما تقولوش هو لونه عامل كده ليه. ومعايا بقى هنا ملح وكمون وفلفل اسمر. طبعا هنا مجموعه الوان من الفلفل احمر واخضر وكده. جبنا بقى السمكه بتاعتنا ونضفناها. طبعا اليوتيوب بيمنع ان انت تنضفي او يشوف دم على الفيديو بتاعك، بيمنع طبعا ان هو ينزل. فانا نضفتها وقطعت راسها زي ما انتم شايفين كده، بعيد يعني ما نزلتش المقطع ده. جبت صاج كبير وجبت حطيت ورق فويل وورق زبدة طبعا، علشان غلط ان انا احط الاكل على الورق ايه الفويل او الورق ايه الالومنيوم. تمام كده. نشفتها طبعا من اي ميه، اي سوائل بره كده، لان انا عايزه السمكه بتاعتي تستوي من الخضار اللي هيبقى عليها، ومن العصير اللي داخل ايه اللحم بتاعها، علشان طعمها ايه نحتفظ بكل الطعم اللي فيها وبكل ايه الفيتامينات اللي فيها. تمام كده. انا نشفتها كويس قوي. هجيب طبعا الكمون والليمون، الكمون والملح بتاعي، لا الليمون هحطه على الوش وهنزل بيه على السمكة، لاني انا ما تبلتش اي حاجة غير البصل والثوم. تمام كده. انا برش الليمون اهوت، سوري، برش الكمون والملح. السمكة ديت انتوا طبعا عارفين السمك التونة بيبقى لونه دايما غامق، حتى بره بيقيسوا المقياس بتاعه بدرجة ايه، طبعا درجة اللون بتاع السمكة. هي طبعا السمكة دي معروفة بالاوميجا 3، وكلها اوميجا 3 وفيها فيتامينات عالية جدا. فهي دايما ليها موسم معين عندنا، فاحنا ايه بنجيبها في الموسم. هي مش موجودة طبعا كل سنة، فاحنا بنجيبها في الموسم ايه بتاعها ده. انا طبعا ضربت البصل والفلفل، ضربت البصل والثوم وحطيت فلفل بسيط قوي معاه، علشان انا عايزه الفلفل الاخضر يبقى على الوش كده. طبعا هنزل طبعا بالصوص ده او بالتوابل بتاعتي دي، البصل والثوم، وحطيت عليهم خل، 3 معالق خل و3 معالق ايه زيت. هي دي المادة اللي هي حطيتها زيادة على البصل بتاعتي. غير كده هي هتستوى من العصارة بتاعتها ايه الداخلية. هحط طبعا الطماطم والليمون والفلفل والحاجات بتاعتي اللي انا كنت مجهزاها. ميزة الحاجات ديت ان هي بتحميلي السمكة كمان، ان هي ما تنشفش مني في الفرن. على فكرة احنا كنا بنسوي السمكة دي في الفرن تقريبا كده ب60 جنيه، فانا لو رحت عملتها دلوقتي انا هدفع 100 جنيه. فانا بعملها في البيت انضف طبعا واوفر، وما بتاخدش مجهود مني، وانا عارفة ان الحاجات اللي انا حطاها عليها دي نضيفة، فممكن ناكلها وممكن ما ناكلهاش عادي. بس هي السمكة هتستوى من العصارة بتاعة الخضار اللي عليها دي. كده انا خلصتها زي ما انتوا شايفين اهوت. ممكن تحط بقى حبة زيت على الوش عليها، شكلها جميل والوانها جميلة، واللي يشوفها يقول بيتزا، صح كده؟ لا هي مش بيتزا، هي سمكة تونة. وهدخلها الفرن وهرجع تاني معاكم اوريها لكم. اهي طلعت اهيت من الفرن. هي خدت تقريبا ساعة معايا في الفرن، ما غابتش طبعا، بس شكلها جميل اهيت، واتحمرت من الوش. طعمها جامد 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 والله. كان نفسي تكونوا معايا وتدوقوا احلى تونة. عملت طبعا جنبها رز ابيض وسلطة. وده كان الفيديو بتاعي. لو الفيديو بتاعي عجبكم اعملوا لايك وسبسكرايب وفعلوا الجرس، وما تنسونيش من دعوة حلوة من دعواتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.